مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا عماد خلف وزملائي بالكنترول شيرين ولافا. رح يكون ضيفي بالاستديو دكتور أحمد صالح حاج إبراهيم، أخصائي بالأمراض العصبية. نحن وأنتو رح نرحب بضيفنا ولحتى نبدأ حلقتنا. يسعد مساك دكتور. اهلا وسهلا، هلا بيك، مساء كمان. شكرا لك دكتور اهلا على وسهلا. هالاستضافة. تسلم. مستمعينا للي حابب يسمع أو الحديث أو تشاركوا رابط الحلقة بوير عربي، لو تشاركوا رابط الحلقة لحتى زملائكم أو كل أصدقائكم يستمتعوا أو يستفيدوا من هالحلقة واللقاء. والموضوع هو مهم كتير وشائع كتير لدى الجميع. بوير عربي سلاش طبعا فيكم تشاركوا رابط الحلقة، وفيكم تنضموا لنا عبر ما تشيلوا السماعة 429 101. فيكم تنضموا لنا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. بوير عربي عبر رسالة يلي برات البلد فيكم تنضموا لنا، تكتبوا السؤال بآخر الحلقة أكيد رح نجاوب عليها. طبعا موضوعنا هو الصداع. يا ترى شو هو الصداع، أنواعه، تصنيفاته، أسبابه، كيف بيتم علاجه، وكثير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور أحمد. بداية الدكتور رح يعرفنا الصداع شو هو دكتور. اول شيء نرحب بيكم بالقناة شكرا البويار. شكرا لك. بالنسبة للصداع طبعا هو موضوع طبعا موضوع شائع وهام جدا. الصداع يعني بمعنى الصداع في تعريف معين، ما في تعريف معين له، بس تعريف الشائع له هو عبارة عن ألم في منطقة الرأس. طبعا في التصنيف الحديث ذاكرين انه هو ألم ما بيشمل الوجه في له تصنيف مستقل، بس في منطقة الرأس ما عدا الوجه. هذا هو تعريف الصداع بشكل مختصر. هلا الفكرة شلون، يعني الصداع عبارة عن ألم في منطقة الرأس. هلا معظم الناس بيفتكروا انه هو ألم في النسيج الدماغي. الفكرة هون انه النسيج الدماغي هو نسيج غير مؤلم. أيوة. النسيج الدماغي نسيج غير مؤلم، يعني إذا خرجت إبرة بالدماغ المريض ما راح يحس أبدا. الصداع من وين عم يجي؟ الصداع عم يجينا من العوامل اللي بتأثر على محيط الدماغ، يعني من التهاب، من انضغاط، من رد، من شيء. فهذا هو اللي بيسبب لي صداع. إنما الفكرة شلون إنه هو النسيج الدماغ بحد ذاته نسيج غير مؤلم. حلو كتير هذا. آه حقيقة كنا يعني بنجهل هالموضوع هذا، انه عادة المرضى بيشرحوا او بيوصفوا للطبيب انه والله دكتور دماغ دماغ، يعني. صح، هذا تعبير غلط طبعا. تماما. آه ف الدكتور تصنيفات الصداع ك ك عندكم كاختصاص تمام. الامراض هلا العصبية. في تصنيفات كثيرة للصداع، يعني إذا بدنا نحكي عن الصداع ما بنخلص خلال يوم ويومين اكيد. وثلاثة. نحن بنجيب التصنيف الحديث وبنجيب التصنيف المختصر. هلا في حسب مرحلتين. المرحلة الأولى في تصنيف الصداع حسب التصنيف السريري. المرحلة الثانية تصنيف الصداع حسب المرحلة الزمنية أو التطور الزمني. بالنسبة للتصنيف السريري يعني حسب الأعراض. شو هن؟ لنا تصنيفين مهمين. عندنا الصداع السليم ايوه. والصداع المترافق مع أمراض خطيرة. الصداع السليم يعني بشكل عام نحن عم نحكي عن الصداع التوتري مثلا، نحكي عن الصداع الشقيقة مثلا. في صداع نادر نحن نسميه صداع عنقودي، متواجد ولكنه نادر جدا. أشيع سببين للصداع السليم هو الصداع التوتري والصداع الشقيقة. طبعا إذا في نقطة مهمة طبعا انه بدنا نحكي انه 70 ل 80% من مرضى العيادات هن صداع. نعم. الصداع يعني اغلب الناس بيفتكر انه هو موضوع سهل، يعني مثل ما يقولوا بالكردي سري مديشة يعني. تماما. فهذا موضوع بنوقف عنه ولازم ما ينهمل. مثلا يعني هلا عم نحكي عن الصداع التوتري. هو بالنسبة لنا صداع شائع جدا، يعني هو بيشمل 30 ل 40% من صداعات في العيادات. أسبابه طبعا اسمه من اسمه ببين صداع توتري، ناجم عن التوتر، عن الانزعاجات، عن التعب. طبعا هو الصنف المزعج بالنسبة للطبيب. يعني ليش؟ لأنه المريض ما بيتحسن، بيروح بيجي بيروح بيجي، بس هو بالنسبة للطبيب مرض سليم. مشان هيك قلنا يصنف ضمن الصداع السليم. السليم.
بالنسبة للشقيقة كمان مرض شائع جدا. طبعا ميزاته كتيرة، أحيانا إنه بيجي طبعا التشخيص تبعه هو تشخيص نفي. أها. تشخيص نفي، أنت بتنفي كل شيء لبينما تقول هذا صداع شقيقة. أيوة. شلون راح تقول صداع شقيقة؟ في له مواصفات معينة، صداع أحادي الجانب، مهم. أحيانا نابض، في له محرضات كتيرة. أيوة. هالمحرضات يعني مثل تعب، مثل جهد، آم، الأرق، مهم. السهر. نعم. الحال هلا في نحن عندنا شيء اسمه مرض العصر، هو الموبايل، يعني صراحة تماما. هذا مأساة من بالنسبة لنا، العوامل المؤهلة. مؤهبة مهم. للهجمات. طبعا كمان الموبايل بيزيد لي من الصداعات التوترية كمان. تماما. فخاصة هدول الألعاب اللي ما بعرف ببجي، وهدول الألعاب اللي يضلوا عليها هدول هالجيل هذا. طبعا الشقيقة مثل ما قلت يعني مرض شائع، هو تشخيص نفي، تنفي كل شيء لبينما تقول هذا شقيقة. شقيقة. وهو أيضا مرض شائع طبعا، مزعج بالنسبة للمريض نعم. جدا، نعم. إنما سليم بالنسبة للطبيب. فنحن لما نشوف مريض شقيقة بنرتاح، لأنه مريضنا ما فيه شيء. حلو. بس المريض مؤلم، مزعج، هجماته مزعجة. نعم. فهذا مثل ما قلت لك بيندرج ضمن التصنيف السليم. الصداع السليم. مهم. في عندنا صداع التصنيف الثاني اللي هو التصنيف المترافق مع أمراض خطيرة. أها. شو هن يعني تقول لك بشكل مختصر هن الأمراض. طبعا أول شيء طبعا في عندنا مرض هو نادر بقدر ما هو خطير. طبعا اسمه التهاب الشريان الصدغي. أها. التهاب الشريان الصدغي، انت بتعرف الصدغ وين موجود؟ قريب من العين، من جانب الأذن لمنطقة العين. في هالشريان هذا بيصير فيه التهاب، هو مرض خطير أيوة. مهدد بالعمى. أغلب الدكاترة والشباب يمكن يتغاضون عن هالمسألة. يعني هو مرض مهدد للعين كمان. بس موجود، يعني شفنا وشخصنا وعالجنا، يعني لأنه المعالجة سهلة بس التشخيص شوي أصعب. أصعب. مهم. هو عبارة عن غياب النبض في هالشريان، يعني بالإضافة مع ألم صارخ، مع في تحليل نحن نسميه سرعة التسفل مهم. بيرتفع كتير في هالحالات، مؤشر يعني. مؤشر قوي لهالحالات. بالنسبة للأسباب الثانية عندنا التهابات السحايا كمان، يصنف ضمن الأمراض أيضا. الخطيرة. بالإضافة إلى التهاب الدماغ كمان مهدد بالحياة. بيهدد بالحياة. نعم. في عنا الآفات الشاغلة للحيز، طبعا بالمعنى الأورام، يعني نعم. آفة شاغلة للحيز، أورام، سرطانات أورام الدماغ، هدول كلهم يصنف ضمن الأمراض الخطيرة. بالإضافة عنا للردود، مهم. حوادث السير مثلا، هاي كمان بيسبب صداع وخطير. هاي بشكل شبه مختصر عن تصنيفها الأمراض بالنسبة للأمراض خبيثة. الخطيرة. الخطيرة. هلا في عنا التصنيف الثاني، هو التصنيف الأحسن، التصنيف الأشيع اللي فينا نخدم المريض. هو التصنيف حسب التطور الزمني. إيش معناته؟ يعني صداع حاد، مهم. صداع تحت حاد، وصداع مزمن. إيش معنات الصداع الحاد؟ طبعا وهو الصداع الأخطر، يعني هو صداع بين قوسين الإسعافي. مهم. الإسعافي اللي فيه إنه المريض لازم يعني يكون على إلمام بهالصداع إنه هاي فيها خطورة. صداع الحاد إيش معناته؟ هو صداع يحدث فجأة، أو خلال ثواني، أو خلال ساعات. نعم. الحاد من فجأة، دقائق لثواني، مهم. للساعات، فينا نعتبر صداع حاد. مهم. صداع المزمن، صداع تحت الحاد، عفوا، صداع تحت الحاد من أيام لأربع أسابيع، مهم. هذا يصنف ضمن تحت حاد. الصداع المزمن من 4 أسابيع وأنت طالع لأشهر لسنوات. هلا حسب التصنيف أنت تكون يعني بيكون لك إلمام بالموضوع، إنه أشياء أخطر شيء هو صداع الحاد، هو اللي يجينا فورا لازم نتصرف فيه ويعملوا الإسعافات الأولية. في الصداع الحاد طبعا مثل مثلا أعطيك الأمراض اللي مهم. بتسبب لها الصداع. عندنا في مرض اسمه نزف تحت عنكبوتي. نعم. نزف تحت عنكبوتي، سب أراكنويد هيموريج. طبعا هذا مرض خطير جدا. مهم. في ميزة لهالمرض، طبعا مرض هو يعني أصبح شائع. يعني خلال هالأسبوع شفت 3 حالات
خل اسبوع شفت 3 حالات سب اراكنود هيموريج، نزل تحت عنكبوتي، مرض يعني الصداع تبعه اول مرة المريض يشعر به، مثل قصفة الرعد يعني. قصفة الرعد يعني تحس مثل البرق اجى على راسك. هو مرض خطير بقدر ما هو علاجه سهل. شلون علاجه سهل؟ بالنسبة للعلاج له طبعا العلاج مو متوفر عنا بالمنطقة هون، علاجه حصرا بالشام. في تصوير أوعية دماغي ظليل ايوه بينعمل للمريض وبيتشافى المريض 100%. فطبعا هذه لازم يكون بسرعة السفر للشام، لازم العملية نعمل خلال 72 ساعة. هي عملية بتنجرى دكتور ولا تشخيص إجراء؟ استقصائي استقصائي. مثل القسطرة القلبية تماما. نفس الموضوع بالتصوير الأوعية الدماغي ظليل. والمريض ياخذ أدوية بعدها يعني يعني؟ بعدين ياخذ أدوية وبيستمر عليها وبيتحسن يعني. والمرضى اللي شفتهم راحوا على الشام وتحسنوا ورجعوا أمورهم استجابوا على أبدا 100%. نتائج حلوة. بالنسبة قلنا الصداع الحاد مثل التهابات السحايا، في التهابات الدماغ، هدول صداعات حادة طبعا. الرضوض مثلا، نعم حوادث. هدول شغلات لازم ينعمل فورا. صداع تحت الحاد يعني هو صداع نادر قليل ما بنشوف منهم. من هالصداعات يعني هلا هن كاتبين انه التهاب الشريان بيصنف ضمن الصداع تحت الحاد، لانه هو صداع بيجي اول شيء بعدين بيزداد شوي شوي لبينما يصل للذروة. في عنا الالتهاب الأورام، آفات الشاغلة للحيز، هذا اكتشافاته شوي صعب لبينما يظهر للمريض عرض ما. تماما. يعني الورم الواحد ما بيحس فيه براسه ورم. اغلب الشعب عنا عم يحسوا بصداع ياخذون حبة سيتامول يتحسنوا يقول ما في شيء. لبينما اشيع عرض للاورام الدماغيه بيجونا او من باب الصدفه احيانا. تمام من باب الصدفه. برافو. العرض الاشيع اللي يجينا هو الاختلاج، يجي المريض بنوبه صرع حاله صرعيه او نوبه اختلاج مثلا. خلال الاستقصاءات اللي نحن بنسويها بنكتشف انه عنده ورم يعني. فهذا يصنف ضمن الصداع تحت الحاد. في الم العصب الخامس، هذا شيء طبي بحت يمان. في ألم العصب التاسع، هدول الشغلات يصنف ضمن تحت حاد. في التصنيف المزمن هو مثل ما قلنا بالصداع السليم. تصنيف قلنا الصداع المزمن من 4 أسابيع وانت طالع لأشهر سنوات، مثل الصداع التوتري، الصداع الشقيقة، صداع العنقودي كمان. في عنا التهابات الجيوب احيانا بتسبب، يعني هاي نقطة مهمة جدا. احد المستمعين طرح السؤال هذا اكيد رح نحكي عنه. التهابات الجيوب بالنسبة يعني بتسبب لنا صداع، وهو سبب شائع جدا للصداع. يعني اغلب الاطباء الشباب يعني اطباء العصبية مثلا المريض يروح عندهم بصداع فيفكروا بالشيء الدماغي، فانت ما لازم تنفي شيء دماغي، ما لازم تنفي شيء العيني. هدول الشغلات بتسبب لي صداع كمان. حلو. بالاضافة الى امراض الاسنان. احيانا عن طريق الاستقصاد نكتشف انه في سن هو اللي بيسبب لي هالصداع. السبب نحن نسميه الم محول، يعني الالم صحيح السن موجود بالفك، في الم محول نحن نسميه، يعني بيجي على الراس فيسبب لنا هالصداع. فهاي بشكل مختصر يعني عن تصنيف الصداعات، يعني طبعا مختصر جدا تماما مثل ما ذكرته ببداية الفقرة، لأنه هن ربما شائعة كتير وكتيرة هن. دكتور حكيتوا عن موضوع التصنيفات، أشياء الأسباب اللي تؤدي لهالصداعات هاي اللي ذكرتوها، سواء كانت التوترية أو الشقيقة أو التهاب السحايا أو اللي ناتجة عن الردود. تمام. هلا في شغله مهمه كمان، نقلت اشياء على الاسباب. في سبب شائع عندنا هلا صار يمكن الواحد يتجاهله، انه هي الموضوع الكوفيد. طبعا الشكايه الاوليه قد يراجعنا مريض الكوفيد فيها هي عباره عن الصداع. يا ريت هاي توسع لنا فيها يا دكتور، تفضل. فالمرضى الصداع او يعني حسب في الدراسه الاوليه من 2 لما طلع موضوع الكورونا، الدراسه الامريكيه قالوا انه المريض راجع قسم الاسعاف بقصه نحن نسميه مرض جيلان باري. هو مرض عصبي ضعف طرفين سفليين مترقي للطرفين العلويين. فالتشخيص كان عندهم جيلان باري، بعدين شخصوا انه هي عباره عن كورونا. تمام. هي اللي سببت هالعرض.
فنحن بنرجع هلا بنأكد انه موضوع الصداع لا يهمل، خاصة إذا كان مترافق مع حرارة وعنده أعراض تانية بهالظروف هاي. بهالظروف هذه. يعني الصداع مع حرارة، أو الصداع مع سعلة، أو الصداع مع ألم عضلي، أو الصداع مع تعب ووهن عام، فلا يهمل. يعني الصداع يكون أساسي. فأغلب المرضى يعني نحن عم نشوفهم، وصادفت معي حادثة، يعني راجعني مريض في أحد المشافي يعني بقصة صداع. شفت المريض يعني من خلال إصغائي للصدر بشكل فحص روتيني لاحظت عنده شوية خراخر. طبعا عندها قلنا الأهل أنه هذا الموضوع لازم توقف عنده موضوع كورونا، فنصحته بمراجعة طبيب الصدرية مشان المتابعة أنه في كورونا ولا لا، وفعلا طلع عنده مسحة إيجابية. والمريض طبعا آخر شيء توفى طبعا للأسف يعني. مع الأسف الشديد. فموضوع الصداع ومتراء الكورونا بالذات الواحد لا يهمل، لأنه هلا بوقتنا حالي مع الأسف صار كل صداع هو كورونا حتى يثبت العكس تماما. ايه. هاي يعني عبر منبر بوير وبرأي دكتور أحمد حاج إبراهيم، مستمعينا ومتابعينا، أي حدا عنده صداع مثل ما ذكر الدكتور، يا ريت بنتمنى أنه ما تهملوا هالموضوع هذا، تراجعوا طبيب لحتى يتم التشخيص مثل ما ذكر الدكتور. معلومة هامة جدا ومهمة جدا جدا لكم. تمام. طبعا المرض اللي ليش عم نركز على موضوع الكورونا؟ لانه مرض مميت، المرض مو لعبة. يعني لازم الواحد مثل ما قلت بالاول، اعراض الصداع مع سعلة، الصداع مع ترفع حروري، الصداع مع الام عضلية. فنحن يعني حتى صراحة يعني بدنا نحكي، يعني عندنا المشكلة بالعصبية، الصداع والحرارة بيوجهنا لمرض اسمه التهاب سحايا. تماما. نحن بهالحالة نحن عم نتوتر، يعني صراحة بنبعد ينفينا الكورونا لبين ما يجي نحن نتابع استقصاءاتنا. تماما. فهلا تمام بذل سائل دماغي الشوكي، واستقصاء مزعج بالنسبة للمريض، مؤلم بالنسبة حتى للمريض، يتقبل الفكرة أيضا. حتى يتقبل الفكرة. أغلب الناس هون عنا بيتخوفوا من مع انه موضوع بسيط وسهل، يعني مو هالضخامة الكتيرة. نعم. هو عبارة عن تحليل استقصائي، يعني الحمد لله ما صار معنا أي اختلاط لهلا، وعم نعمل كل شيء بأريحية، وعلاج موجود وعلاج موجود وتشخيص موجود. فنحن حتى مثل ما قلت يعني موضوع بدنا ننفي موضوع الكورونا لبين ما نتوجه للتحليل السحايا. هيك هذا الواقع هلا صار عنا. أكيد بالضبط. دكتور، ضمن سياق حديثنا حكينا عن موضوع مراجعة المرضى للعيادات أو المشفى. يا ترى ايمت، يعني حابب افيد مستمعينا للي عم يسمعونا وللي عم يشاهدونا على البث المباشر، ايمت فيه المريض انه لازم صار وقت انك تراجع الطبيب، صار وقت انك لازم تروح على المشفى؟ ايمت. تمام. هلا في طرقنا طبعا هذا الموضوع مهم كتير بالنسبة للصداع، لأنه أغلب الشعب عنا عندهم حبسة تعمول صاير بجيبتهم بالبيت، يعني كل صار وجع راس ياخذ حبة ويقول خلاص تحسن. هلا المشكلة شلون؟ يعني ما فيك تلوم الشعب كمان. هلا كل صداع على المشفى كمان، يعني أغلب البيوت، أغلب الأشخاص بيشكون من صداع، أما لسبب ما أو لتعب أو لجهد. فنحن في عنا خطوط حمراء وعنا خطوط صفراء. حلو. الخطوط الحمراء اللي هي خطورة عالية، هذا يجب انه يسعف للمشفى للمتابعة. اول شيء طبعا عندنا قصة الحوادث الردود. يعني مثلا شخص صار معه حادث بسكليت، وقع مثلا، يروح يقول ما بدي اروح على المشفى. هذا اكبر غلط. قد يكون في شيء خفي، قد يكون في نزف دماغي خفي ما بيظهر بالاعراض بالساعات الاولى. تمام، بالساعات الاولى. كل رد على الرأس، كل سقوط، كل حادث سير، كل حتى رد على الرقبة كمان، هدول الشغلتين لا يهمل. حتى وإذا كان الرد بسيط، الواحد لازم يستقصي، لأنه أحيانا بتصير فيه نزوفات خفية حتى بالطبقي ما ببين. طبعا المريض بالطبقي ما ببين إلا بعد 12 ساعة ل 24 ساعة لبين ما يظهر النزف. هذا أول شيء. ثاني شيء صداع حديث المنشأ. يعني صداع مثلا انت ما عندك مشاكل بالصداع ابدا، فجأة صار عندك صداع. هالصداع استمر ساعة ساعتين واول مرة يعني عم تصير معك هالصداع، لا هالصداع لا يهمل.
تروح قد يكون ارتفاع توتر شرياني، قد يكون ضغط مرتفع، قد يكون مشكلة انت مالك دريان فيها. نعم. فهذا يجب على الطبيب فحص المريض انه هل صداع الحديث شو سببه. حتى عند الطبيب لازم ما يهمل، لانه ليش المريض ما كان يشكي من شيء فجأة صار عنده صداع واستمر صداع ساعة ساعتين ثلاثة. يعني هذا الموضوع لازم يسعف على المشفى للتأكد من سبب هالصداع. أغلب هالصداعات بيصير مع الختايرة اللي عنا، اللي يصير معهم صداع ويصير معهم ارتفاع توتر شرياني تماما. ومهملين صراحة. نعم. تماما. في نحن نقول الصداع المترقي نحو الأسوأ، يعني انه كان عندك مشكلة بالاصل، عندك مشاكل وجع راس، بس لاحظت انه هالمشكلة ما بقى يتحسن، بالعكس عم يسوء. هاي بهالحالة كمان لازم تراجع المشفى. في عنا مرحلة جديدة من الألم. شلون يعني؟ مثلا انت كنت تاخذ حبسة امول تتحسن وجع راس، عندك وجع راس بشكل مستمر، عم تاخذ حبسة امول، ولكن هالمرة أخذت حبة ستامول ما تحسن، أخذت حبة تانية وما تحسن. في منهم بياخذوا 3 و4 كمان، بيجون لعنا يقول دكتور أخذت 6 حبات ستامول وما تحسن. أيوة. فهالحالة لازم يسعف على المشفى لدراسة سبب تماما. الصداع. في عنا العمر أكثر من 50 سنة مع صداع، هذا كاتبين إنه يراجع المشفى من الخطوط الحمراء. أيوة. العمر أكثر من 50 سنة مؤشر مع لشيء. صداع، مؤشر لشيء. بالنسبة للمترافق، طبعا الخطوة المهمة كمان ترافق الصداع مع أعراض، مثلا حمى، مثلا أقياءات، مثل ما قلنا هلا موضوع الكورونا موضوع شائع. مترافق مع صلابة نقرة ويتوجه ضمن التهاب السحايا. في شغلة مهمة كمان اللي هي موضوع الاختلاج، نحن نسميه شلون صداع ما بعد النوبة. يعني المريض اختلج بالبيت لأول مرة صار معه صداع. بالأحرى الاختلاج بحد ذاته هو مرض إسعافي، يعني بس مثل ما قلت انه حتى الصداع ما بعد النوبة كمان هو عبارة عن مرض، يعني صار معه صداع فيفضل يراجع المشفى. في مثل ما قلت قبل شوي انه البذل القطني هو الصداع طبعا بيسبب لي صداع. نعم. بس انه نحن نسميه ضمن خطورة عالية. ليش؟ لانه مزعج كتير بالنسبة للمريض. صداع في له مواصفات. نعم. يتحسن بالاستلقاء، يزداد بالوقوف، فيراجع المشفى للاطمئنان أكثر. يعني أحيانا بيترافق مع عملنا بذل قطني أو مثل ما قيصريات عمليات. نعم. أحيانا في اختلاطات ثانية بتصير مثل التهاب السحالة تالي للبذل القطني. في انخفاض الضغط العفوي للسائل الدماغي للدماغ. فهدول الشغلات لازم ناخذها بعين الاعتبار. هدول أكثر شيء الواحد لازم يكون له إلمام فيها. في عنا موضوع إنه الخطورة المتوسطة اللي هي مثل ما بالعامية رفع الراية الصفراء. يعني نعم. يعني فيك تروح، فيك ما تروح. بالنسبة لأول شيء إنه الصداع الموقظ من النوم. يعني المريض كان نايم، طبعا المنطق انه هالتصنيف حاطه ضمن الخطورة المتوسطة، هو لازم يكون ضمن الخطورة العالية، بس كاتبين ضمن الخطورة المتوسطة. انه انت كنت نايم، صار معك صداع، فقد من النوم مثلا، بعد خلال دقائق راح الصداع. هذا انه خلاص في عامل مؤهب اللي هل يقاظ من النوم، في قصة انزعاجات، في قصة توتر، في قصة قلق. هذا بيتأنى عليه شوي لبينما يتحسن. إذا ما تحسن الصداع بعد الاستيقاظ من النوم، هذا بيتحول على المشفى للمتابعة. في صداع في جانب واحد من الرأس مثلا، هذا الصداع الجانب الواحد مثل ما تطرقنا عليه انه موضوع الشقيقة موضوع واحد، هو موضوع مو اسعافي جدا. يعني المريض بيعرف حالته. تمام. قد يكون مسألة التهاب الجيوب، قد يكون مسألة أسنان، قد يكون مسألة عين، قد يكون مسألة شقيقة. صداع مثلا المتغير بتغير الوضعية. مثلا انت كنت عم تمشي، في عندك وجع راس، انت عم تقعد راح وجع الراس. فهدول الشغلات مو عوامل الانذار السيئة بالنسبة للمريض. هدول هن بالمختصر الأعلام الراية الحمراء والراية الصفراء. حابب أذكر مستمعينا أنه ضيفنا بالاستديو دكتور أحمد صالح حاج إبراهيم، أخصائي بالأمراض العصبية. عم نحكي عن موضوع تصنيفات الصداع والصداع يا ترى شو هو. حكى لنا الدكتور عن مجموعة من المعلومات وأشياء الأسباب، إيمت فينه المريض أنه يراجع المشفى، ودواعي مراجعة العيادة. يعني مثلا دكتور،
عندكم بالعيادة أو بالمشفى أو بالمركز التخصصي كيف بيتم تشخيص هالمرض هذا، سواء بالقصة السريرية عند المريض أو بالتشخيص، أو أحيانا المريض اللي بيكون بنوبة معينة ما المريض بيبين عندكم، أو إجراءات تصوير أو تحاليل معينة، كيف تمام. بتشخصوا؟ العصبية بالذات هو اختصاص شوي حيادي عن بقية الأمراض أها. الداخلية. يعني أنت خلال فحصك العصبي أها. أغلب الأمراض، يعني خلال الفحص العصبي أنت فيك تكشف راح أقول 80% من المرض، يعني مهم. من خلال المطرقة أو من خلال الجهاز التخطيط إذا كان موجود بالعيادة. فأنت فيك تشخص 80%، لأنه في علامات، في أعراض. أنت بتاخذ القصة السريرية من المريض، أنت أكيد. بتعمل قصة مرضية، مهم. فحص سريري. بالنسبة للطبيب العصبية يعني مثل ما يقول المطرقة تبعه هو اللي بيوجهه نوعا ما نعم. لأمراض معينة. بالنسبة للاستقصاءات هي عبارة عن مثلا مريض يعني استقصاءاتنا هي بالنسبة للأمراض مهم. العصبية هي عبارة عن طبقي محوري للدماغ. مهم. أول استقصاء نحن نسميه. ثاني شيء رنين مغناطيسي مهم. بفرعيه الطور الوريدي، في مع الحقن أو بدون حقن حسب الحالة، إذا شكينا بورم أو هيك شيء. مهم. في البذل القطني لتشخيص السحايا أو لتشخيص نحن نسميه مرض اسمه ورم دماغي كاذب. هو تماما. عبارة عن ارتفاع توتر داخل القحف السليم. أيوة. هذا حالة نادرة طبعا. قلنا في تخطيط دماغ مهم. متوافر بالعيادات طبعا. هاي بيأكد لي إذا في نوبة اختلاج، في صرع فالصدغي، في أنواع الصرع، بيأكد لي الموضوع هذا. مو تأكيد 100%، يعني بيزيد لي إنه المريض صار معه اختلاج، عملنا له التخطيط اللي عنده موجات. مهم. فهي بتوجهني إنه 99% ينوضع على للتشخيص. الدواء. مهم. تخطيط الأعصاب مثلا، تخطيط في أعصاب طرفين علويين طرفين سفليين، مهم. في مثلا انضغاط. طبعا اشيع شيء نحن بنطلب التخطيط هو عباره عن انضغاط عصب ناصف، مهم. خاصه عند النساء اللي عندهم مثل ما يقول دواب بالبيت، تماما. الحلب يعني. نعم. مهم. اكثر سبب للانضغاط العصب الناصف بيصير معه خدر. مهم. يعني بتوجهنا انه في عندي انضغاط عصب ناصف بحاجه الى تحرير. تماما. بالاضافه الى مثلا امراض اخرى مثل الداء السكري بتسبب لي اعتلال الاعصاب، إلى اعتلال الأعصاب. طرفين علويين طرفين سفليين، بيتاكد لي بالتخطيط. مهم. فهدول هن الاستقصاءات الواجب طبعا. مهم. نحن ايمت بنتطرق عليها مريض مثلا. اول استقصاء بالنسبه لنا هو الطبقي المحوري نعم. كعصبيه. نحن عم نحكي كعصبيه بحته. مهم. بالاضافه في عنا تحاليل. مثلا اغلب المرضى يجون مثلا بقصه صداع مهم. مع آلام عضلية. طبعا لازم ما يروح عن بال الطبيب انه مسألة الحمى المالطية، مسألة مهم. حمى التيفيه، هدول تماما. شغلتين شائعين. حمى حمى الرثوية. الرثوية نعم. وارد، مهم. التهابات واردة. المفاصل. مهم. فهدول يعني هن تحاليل يستقصيها. يعني في مهم. تحليل سرعة تسفل، تحليل أيضا. موجه طبعا، والأغلب الأطباء عم يتجاهلوه يعني. للأسف. فهدول التحاليل لازم طبعا تطلب للمريض حسب الأعراض الموجودة عندك. مثلا أكيد. مريض إجاك حسب مثلا الحالة. بخزل شقي، مثلا مهم. إجاك بشلل، مثلا نحن نسميها خزل شقي، مهم. تطلب له طبقي خطوة أولى. مهم. ولاحقا إذا ما بين شيء رنين مع استقصاءات تانية. مهم. هلا الاستقصاءات الإضافية اللي نحن بنطلبها شو هي؟ مهم. بالنسبة للمريض الخزل الشقي مثلا، مريض بالعامية نحن نسميها الجلطة أو مهم. السكتات، يعني نعم. النزف، سواء النزف أو الاحتشاء. تماما. بالعامية بيسموه جلطة جلطة دماغية. بالعامية. نعم. نحن عندنا نزف أو احتشاء. مثلا مهم. مريض الاحتشاء الدماغي بحاجة إلى إيكو دوبلر للسباتيين. أيوة. موضوع إيكو دوبلر للسباتيين هذا موضوع مهم كتير. مهم. لازم متوفر عندنا متوفر نعم. عنا مهم. عند دكاترة أطباء مهم. الأوعية. مهم. طبعا موضوع بالدراسات الحديثة كل مريض احتشاء دماغي ايكو دوبلر للسباتين، لانه اغلب الاسباب بيكون خثرة بالسباتي. أيوة. هل خثرة بالسباتي موجود؟ لازم الخثرة يعني يا اما يكون مسدود كامل، او اذا كان في جزئي. نصف انسداد هذا يعني نعمل له عمل جراحي واحتمال يتشافى. تماما. إيه، مهم. فهو يندرج ضمن الاستقصاءات المهمة بالنسبة للتشخيص الأمراض العصبية. بالإضافة إلى إيكو دوبلر للقلب لنفي أنه المنشأ الصمة الدماغية هو المنشأ القلبي. تماما. فهدول مختصر مفيد بالنسبة مهم. للاستقصاءات ساعات. العصبية مهم. يعني. تماما. بالإضافة إلى التحاليل العامة. قلنا مهم. طبعا التحاليل لا يهمل، مهم. لأنه
بخاص يعني المريض يعني مثل ما يقول بدك تراعي وضع المريض مهم. كالوضع المادي كمان. للأسف هذا الكلام. يعني ان موضوع الرنين غالي مثلا، طبقي غالي، يعني انت بدك تطالع المريض باقل الخسائر، تماما. فتطلب للمريض ما هو بده فقط لا غير تماما يعني. لك. حابب أذكر مستمعينا أنه عم نوصل قارب لنوصل لآخر الحلقة أو نهاية الحلقة مع ضيفنا الدكتور أحمد صالح حاج إبراهيم، اختصاصي بأمراض العصبية. موضوعنا هو عن الصداع وأنواعه وتصنيفاته. للي حابب طبعا أسئلتكم كلها مسجلة عندي، راح نطرحها على طبيب. موضوعنا هو حول الصداع. 429 101 فيكم تتصلوا معنا، أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر صفحتنا، صفحة الإذاعة بوير عربي، الأسئلة موجودة وراح نطرحها على الدكتور. قبل ما نتطرق لموضوع العلاج دكتور، الأخت جيهان كاتبة سؤال. طبعا هي انه مرض الدهليز بيصنف مرض عصبي وشو اعراضه؟ طبعا اكيد رح نجاوب عن سؤال مهم هذا طبعا. نعم. والاخ سيوان، علاج الشقيقة اكيد الدكتور رح يضطر عليه او اكيد رح يحكي عنه. الاخ عصام، الدكتور كان عم يشرح موضوع التمييز بين الجيوب والصداع، اكيد رح نحكي عنه. رح تمام. نجاوب على اسئلتكم اكيد باخر الحلقة. لكن هلا رح نروح على موضوع العلاج دكتور. بعد التشخيص اكيد طبيب يلجأ لعلاج، سواء كان علاج دوائي من العيادة أو بيلجأ المريض للمكس بالمشفى. فالعلاج كيف بيكون دكتور؟ تمام. العلاج هلا بالنسبة بيضل حسب المرض اللي جاي لعندك مم. المريض. مم. يعني مثلا مريض المشفى، المريض الصداع مو مريض مشفى الا اذا كان مثلا مترافق مع امراض تانية، مثل مم. مريض اجاك بخزل شقي. تماما. هذا المريض يدرس بحاجة الى ايماها أها. لتخفيف الوزمة الدماغية، نعم. يوم يومين ثلاثة مراقبة. موضوعها هالموضوع طبعا موضوع شائع، موضوع الاحتشاءات الدماغية مم. والنزوفات الدماغية. بس راح احاول انه اوصل الفكرة بشكل اقل مختصر يعني. مم. مختصر مم. المفيد يعني. مم. موضوع مثلا مريض مرافق مثلا المريض يجي معه مرافقين يقول دكتور جلطة قوية ولا لا، ما في شيء اسمه جلطة قوية ولا جلطة نعم. صغيرة ولا جلطة كبيرة. أها. الموضوع بيضل على مراقبة المريض لمدة 72 ساعة. أها. خلال المريض احتمال يكون نزفه كبير، أها. احتمال يكون حالته جيدة، خلال يومين احتمال يتدهور، أها. احتمال يسوء يفوت طبعا. بسبات. مم. فعلاج هالموضوع هذا مراقبة بالمشفى 3 أيام إيماها، حتى الطبيب لا يعلم. يعني نحن عم نشوف احتمال يكون المريض يشكي من احتشاء صغير مم. ومعه أعراض كبيرة، تماما. واحتمال المريض يشكي من نزف كبير مم. وأعراض صغيرة. صغيرة. هذا المفهوم بالنسبة للموضوع نسبي يعني. النسبي، مم. الموضوع نسبي. مم. بالنسبة للعلاج مثلا، إذا تطرقنا على الموضوع مثلا الصداع، موضوع الشقيقة، في أحد الأسئلة عن علاج مم. الشقيقة فينا نعم. نتطرق لهلا. مم. العلاج الشقيقة طبعا الدراسات الحديثة مم. كاتبين هلا موضوع الكاتبين انه علاج الشقيقة هو البروبرانولول، مم. اللي هو بالعامية نحن نسميه انديرال. أها. الانديرال طبعا شلون ما بعرف، يعني كل طبيب في له نظرة معينة أكيد. للأمراض. يعني هذا الشغل المدون الحديث يعني أها. هذا لا يناقش فيه. آخر ماشي. ال. آخر الدراسات. مم. هلا أنا عم بعطي ما عم بعطي في له تأثير. يعني إذا المريض ضغطه نازل الانديرال بتسبب لي هبوط ضغط أكثر، أها. فأنت بدك تراعي موضوع الضغط. ضغط. او تعطي بجرعة صغيرة مثلا، ما حلو. تعطي بجرعات كبيرة. هو علاجه بجرعات كبيرة على فكرة. أها. فاذا تعطي بجرعات كبيرة رح تفوت مريضك بمشاكل تانية. تماما. فهذا كاتبين علاج للشقيقة هو البروبرانولول، تعطي لفترات طويلة. طبعا المدة مو حاطين 3 شهور 6 شهور أها. حسب حالة المريض، نعم. بشكل مستمر. هذا علاج مم. بالنسبة يعني علاج وقائي، انه مو علاج اثناء الهجمة. نعم. في علاج تاني كمان نحن نسميه فالبروات الصوديوم. أها. هو مضاد اختلاج أكثر مما هو مضاد علاج للشقيقة، نعم. إنما بيساعد. وأنا مو معه صراحة، مهم. لأنه إذا تنحط على فالبروات الصوديوم احتمال مريضك يتعلم على الدواء هذا، مهم. بعدين تعال اسحب الدواء منه، بيصير معه أعراض سحب الدواء، مهم. فبتصير معك اختلاطات تفوت كثيرة. باختلاطات. نعم. يعني أنا صراحة كنظرتي يعني بالنسبة للشقيقة لموضوع شائع. يعني صحيح مرض مزعج بالنسبة للمريض، إنما العلاج بيد المريض نفسه. يعني أثناء الهجمة
يعني مثل ما اثناء الهجمه اذا في هجمه قويه مثلا المريض ابره ديكلون مثلا، مهم. ديكلوفيناك الصوديوم او حبروفين، نعم. مضاد التهاب لا ستيرويدي نابروكسين. مهم. هدول هن لتحسين العرض يعني مهم. تخفيف الآلام. تخفيف الأعراض. إذا كان هجمة قوية فينا نستعين بإبرة لارجاكتيل مهم. عضلي. اللارجاكتيل أقرب للتنويم، يعني أنت نعم. بتنوم المريض، أنت بتريحه نوعا تريحه. ما له أي تأثير جانبي حلو اللارجاكتيل كتير. طبعا، مهم. دواء آمن 100%. وما بيسوي إدمان يعني. أبدا ما نعم. بيسبب حلو إدمان. كتير. هاي أثناء الهجمة بس. كعلاج للشقيقة هو البروبرانولول، علاج إنه وقائي. حلو. في أثناء الهجمة نحن بنعطي زوميتان مهم. عيار 2.5 او عيار 5 اثناء الهجمه، بيفيد يعني صراحه. مهم. في منهم بقى شلون يعني. انا اكثر شيء يعني هنلاحظ خلال العياده مهم. انه المرضى بيصير في تعويض، مثلا بنعطيه 2.5 بياخذ حبه مثلا، بعدين يقول ما استفادت، مهم. هو لحاله بياخذ حبتين مثلا. للأسف. بعدين بياخذ حبتين ما بيتحسن على الحبتين كمان. دكتور بيقول دكتور فيني اسويها 4 حبات. مهم. يعني هاي شغله مزعجة. مهم. فأنت إذا بدك تتطرق لموضوع الصداع أثناء الهجمة، مهم. خلص استعين بحبة زوميتان عند الضرورة القصوى، مهم. أو إذا تتجنبها كمان أحسن خذ لك حبة ديكلوفيناك أو إبرة ديكلون أو شيء تسكين الهجمة فقط لا تمام. غير. تلجأ لغرفة الغرفة جو هادئة، جو هادئ، بعيد عن ظلام، بعيد معتمة. عن ضوضاء، مهم. بعيد عن الأصوات، ترتاح. فترتاح عليها. تمام. الأخ جيهان، موضوع الدهليزي دكتور تمام. تصنف مرض هلا عصبي؟ موضوع الدهليزي صراحة موضوع كمان طويل شوي، رح مهم. نتطرق له خلال مية. دقيقة. مهم. طبعا الدوار الدهليزي هو عبارة عن مرض أذني صراحة، تابع مهم. لموضوع أطباءنا الأذنية. الأذنية. بيجونا على العيادات أكثر من عندهم. تماما. يعني ليش المريض يشكي من دوخة مع دوار مع صداع. أقياءات مع مهم. صداع، فهو بيجي على الطبيب العصبية. طبعا من ناحية العصبية هون نقطة مهمة جدا. مهم. في بالفحص العصبي من خلال الرقرقة، من خلال فحص العين، مهم. فحص الأعصاب القحفية، هدول بيوجه لك لأنه هو مرض عصبي ولا لا. تمام. هلا التشخيص التفريقي بين المرض الدهليزي يعني الدوار الدهليزي، في عندنا أمراض المخيخ. تماما. أمراض المخيخ بيجيني بنفس الأعراض، أها. بيجيني بدوخة مع دوار مع غيات مع صداع. متشابهة. فانت يعني بالنسبه للطبيب الاذنيه او طبيب العصبيه، انت اذا اجاك مريض دوخه مع قياد، انت بدك تنفي المشكله العصبيه اللي هي المشكله الاخطر. مهم. يضل ثاني شيء المشكله الاذنيه هو المشكله الاسهل، ثانوية. ثانويه. فمش مساله الدوار علاجه سهل، كمان قلنا مرض مزعج بالنسبه مهم. للمريض، انما الدواء سهل يعني يتحسنوا. مهم. بس أول شيء لازم تنفي المشكلة المخيخية طبعا عن طريق الرنين المغناطيسي. أكيد. الطبقي ما بيبين كتير معالم المخيخ، الرنين هو أكتر شيء بيبين لي هالمشكلة. مهم. فأنت بدك تنفي المرض المخيخي لتعالج مرض الدوار الدهليزي. تماما. والأخ عصام إذا نجاوب على سؤاله بموضوع الجيوب والصداع. تمام. الجيوب طبعا كمان مرض يعني سؤاله مهم كمان، مهم. وعم عم يجونا كتير. هلا اكثر شيء الجيوب بيجينا بمنطقه منطقه الجيوب، نحن نسميها صداع جبهي مثلا، مهم. صداع حوالي الاذن، هدول الشغلات. فانت بدك يعني تنفي كمان قلنا بدك تنفي المشكله العصبيه لاخر شيء، المشكله الالتهاب الجيوبي اللي هي مشكله سهله نوعا ما. فانت لما كل صداع يعني بالعاده الطبيب بيتطرق لموضوع الطبقي في حال الصداع اذا ما في شيء. مهم. فانا بالعاده عم بطلب طبقي محور الدماغ مع الجيوب، اذا كان مهم. في شيء ببين بالجيوب، اذا مهم. ما في شيء بندور على المسألة العصبيه. مهم. طبعا آخر سؤال رح نطرحه على الدكتور من أخ سيوان أو الأخت سيوان، ما بعرف إذا كان شاب أو بنت، عم يسأل موضوع الإبر الصينية وبما يخص موضوع يعني علاج الشقيقة. سؤاله هذا هيك. تمام. الابر الصينيه انا ما بعرف، يعني انا مثل ما قلت لك انه الشقيقه مرض بيد المريض المريض. نفسه. مهم. يعني ابر الصينيه ما راح يفيدك كثير يعني مهم. عمليا مهم. حسب معلوماتي أكيد. طبعا. العلاج حبة مسكن، ابتعاد عن الضوضاء، ابتعاد عن الصوت. هاي
اكثر شيء انا نصيحتي تماما. للمستمع يعني. مستمعينا، طبعا رح نختم لقائنا بمجموعة من النصائح عند الدكتور أحمد. طبعا مشكور على المعلومات القيمة والاستضافة الحلوة، انبسطنا كثير ومسرورين جدا بوجودك بالاستديو دكتور. رح نختم لقائنا عبر منبر بويار لحتى مستمعينا يستفيدوا من هالنصائح، نصائح لمرضى العصبية. تمام. وحول موضوعنا الصداع. تمام. هلا اول نصيحة ارجع واؤكد عن موضوع الكوفيد انه لا يهمل بالنسبة للصداع. الصداع مثلا كل صداع، مو يعني لازم الصداع بشكل عام، لا يعني لا تسكن الصداع بشكل اسعافي عن طريق حبة سيتابول، حبة بروفين. قدر المستطاع حاول انه تتجنب الادويه بشكل عام، حتى حبه السيتامول كمان اتجنبها. اذا في صداع معناته في مشكله، فانت بدك تبحث عن المشكله لتعالج السبب. اكيد. فهي اهم شيء يعني. ان اتطرقت انه الى استخدام علاج معين، حب السيتامول امن شيء بشكل مبدئي. طبعا مثل ما قلنا العوامل الخطورة العالية هدول لا يهملوا، لازم يراجعوا العيادات. الصداع بالنسبة للشقيقة أشيع أسبابه، فيفضل العلاج عن طريق المريض نفسه. وعن كثرة السوائل كمان إلا فائدة انه بتخفيف. بالاضافة الى ذاكرين انه القهوة كمان فنجان واحد باليوم، مو مثل عنا هون عم يكتروا 10 15 فنجان. فنجان واحد باليوم كمان بيهدلي من الصداع، خاصة اذا كان صداع العمل، صداع التوتر، صداع مثل ما ذكرتوا. اكيد دكتور. شكرا لكم دكتور على الصحبة الحلوة، على المعلومات القيمة. شكرا لكم دكتور. شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا ومستمعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.